التعديل راهو جا لصالح المجتمع، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، لحماية المعوزين، لحماية المتقاعدين، وكاين حماية اجتماعية. معناتها الجهد هذا لازم نثمنوه، لانه هذا الجهد اللي تقوم به الدولة الجزائرية في هذا الاختصاص، في هذا المجال، ليأكد البعد الاجتماعي للجزائر. هذا لازم نثمنوه. أود التأكيد على أنه يعني المنحة، الفرق بين المنحة والمعاش، يعني مش راح تتلاقى المنحة بالمعاش. هذا يعني جميع العمليات الحسابية باش نوضح للإخوة برك اللي كانوا يتكلموا يقولوا ممكن المنحة تلحق المعاش، مستحيل. لأنه المعاش يبدأ من 15,000 دينار، ومجرد أنه عنده معاش يروح ل 20,000 دينار جزائري. يعني حتى المثال اللي ضربوا الأخ في البداية خلاص، أو مش عارف شكون ضربوا المثال تاع يخلص 4 ملايين وتدي 2.5% في 15 سنه، معناتها تولي 37.5% من 4 ملايين خام، اللي هو جاب ديريكت يعني 15,000 دينار جزائري. وقال لك واحد اخر يخدم 5 سنين ويخلص 4 ملايين، 5 في 2.5 من الخام تولي 12.5%، تضربها في 4 ملايين تولي في 500,000 ديريكت. معناتها ال 500 تطلع ل 15,000، بصح 15,000 دينار تروح ل 20,000، يعني ما يلتقاوش، ما تلاقاش المنحة بالمعاش. يعني هذا القانون وضحها، والمادتين وضحوها. المعاش الحد الأدنى تاعو هو 20,000 دينار، والمنحة تطلع ل 15,000 دينار. لأنه لما تشوفوا يعني المغزى من يعني المغزى الحقيقي من طرف قرار السيد الرئيس الجمهورية اللي هو حماية القدرة الشرائية للمواطن، كان أكدها درك الأخ النائب في آخر مداخلة، وين تشوفوا الاستفادة تاع الناس اللي كانت مثلا تدي في المنحة تدي 5,000 دينار جزائري، وبعد يلقى روحو يدي 1.5 مليون، وإنسان كبير يلقى روحو يدي 1.5 مليون، يعني عندها أثر كبير. وفي الناس الكل اللي تزاد تلم، يعني الحد الادنى حتى اللي يفوت الحد الادنى في الدرجات اللي درناهم عنده 200 دينار جزائري. ولما تزيد تشوف هذا الجهد وهذا يعني تشوف المعيار تاع الثمن تاعها، ولا القيمه الماليه تاع هذا الاجراء تاع التحيين في المنحه وفي المعاش، تلقى في المجموع هو يعني في المجموع فايت 110 ولا 115 مليار دينار جزائري او اكثر، 120 مليار دينار جزائري مقسوم بين ميزانيه الدوله ومداخيل الصندوق. وكي تزيد تلموا مع الاستثنائي تاع رفع المنحه والمعاش تاع اول ماي، مع بعضهم 200 مليار دينار جزائري. 200 مليار دينار جزائري يا جماعه راهو مبلغ في موضوع الميزانيات جميع الدول. كي تكون 200 مليار دينار جزائري كي تحولها بالدولار ما يقارب 1.5 مليار دولار. يعني دولة بوست كوفيد، وهذا وين بدا الانعاش الاقتصادي العالمي يبدا يتحرك، وكاين حماية اجتماعية. معناتها الجهد هذا لازم نثمنوه، لانه هذا الجهد اللي تقوم به الدولة الجزائرية في هذا الاختصاص، في هذا المجال، ليأكد البعد الاجتماعي للجزائر. هذا لازم نثمنوه كنواب، كمسؤولين في الحكومة، كإعلام، لازم نثمنوه. يعني والله الدولة اللي تمد تضخ 1.5 مليار دولار بالتقريب في الجانب الاجتماعي. بعد هذا في المرحلة هذه اللي كتشوفوا يعني بالمقارنة تلقاو كتشوفوا الدول كفاية هذا تمشي، يعني وانتم الكل تعرفوا، مانيش انا اللي راح نزيد لكم معلومه انه هذا شيء بالنسبه يعني دول واحده اخرى شيء من المحال. يعني هذا هو اللي جاء في النقاش، يعني اللي عنده علاقه بالموضوع. اذا هذا التعديل راهو جا لصالح المجتمع، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، لحماية المعوزين، لحماية المتقاعدين، لإعطاء نفس جديد. وهذا الإجراء اللي قام به السيد رئيس الجمهورية يجب تثمينه. وحتى الإخوة اللي قالوا باللي القانون جا يعني لتثبيت هذا القرار، ولكن القيمة تاعو هي قيمة قوية اجتماعيا، وقيمة قوية يعني اقتصاديا، وقيمة قوية في البعد الحقيقي الاجتماعي للدولة الجزائرية، وقيمة قوية لتجسيد الدستور في بنده المتعلق باجتماعية الدولة الجزائرية.
هذه يعني نظن هذا هو الشيء الذي تعلق بالنص في حد ذاته. انا حاب كاين يعني هي انتم تعرفوا باللي يعني أقر السيد رئيس الجمهورية ومنذ سنة 2020 جملة من التدابير ذات الطابع الاجتماعي تهدف أساساً إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11%، وتثمين الأجور بنسبة 47%، بأثر مالي قدره 578 مليار دينار جزائري في القطاع العمومي، ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت حتى 33، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار جزائري، وتأسيس منحة موجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة تضمن لهم تلبية حاجياتهم الأساسية وحماية اجتماعية بتكلفة إجمالية بلغت 315.8 مليار دينار جزائري منذ تأسيس هذا الجهاز، إلى جانب دعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حيث تم حشد أزيد من 644 مليار دينار جزائري لهذا الغرض بعنوان سنة 2024. وضمن حرص السيد رئيس الجمهورية على دعم أصحاب الدخل الضعيف من المواطنين، تم تحديد الحد الأدنى لمنح ومعاشات التقاعد بضمان ألا تقل معاشات التقاعد عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإقرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، ومس هذا الإجراء أزيد من نصف مليون مدمج. وقد استفاد من حزمة القرارات السالفة أزيد من 9 ملايين عائلة جزائرية، ولقد استفاد من حزمة القرارات سالفة الذكر أزيد من 9 ملايين عائلة جزائرية. وعلى صعيد الحماية الاجتماعية تم وضع سياسات متماسكة قائمة على مبدأ ضمان ديمومة الضمان الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات الهشة.